حسام حسن يا برنس دخل السلخانه، دخل السلخانه قبل ما هو يمسك المنتخب. عارف ليه دخل السلخانه؟ بيقولوا لك حسام حسن بيتعصب على اللعيبه. ما يتعصب على اللعيبه ويزعق في اللعيبه. ما احنا بنشوف كوارث في الماتش، ما هو من حق الراجل يزعق فيه. يقول لك لا ما ينفعش يزعق في لعيبه المنتخب، دي لعيبه كبيره يا راجل. يا راجل طب لعيبه كبيره ما يلعبوا يا جدع. ما هو عاوزين واحد يقف على الخط يقعد يزعق ويحمسهم ويلعبوا شويه. ليه يا جماعه؟ ولسه حسام حسن ايه؟ لسه ما مسكش يا باشا. ده بيقعد يزعق للعيبه، وفي نجوم كبار في المنتخب. ما ينفعش يكلم محمد صلاح كده، ما ينفعش يعمل كده. ليه يا جماعه؟ ليه يا جماعه؟ سيبك من حسام حسن كمدرب، هو لعيب كبير، ده هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر. هو محمد صلاح هيحطم الرقم ده، ولكن هو يعتبر يقول تاني هدافين التاريخيين لمنتخب مصر. يعني واحد ليه قيمته، كمدرب منتخب مصر الحالي. يعني ما يتعصب يا باشا، ما يزعق يا عم. هو حرام، مش مدرب. ما احنا بنشوف، بتقعد تتفرج انت على بذمتك، انت بتقعد تتفرج على الماتش مش بتزعق. بتبقى هاين عليك تمسك الريموت ترزعه في الشاشه من اللي انت بتشوفه. ما هو يعمل اللي هو عاوزه، يعمل يزعق يا باشا. فايه الناس اللي هم مش عاوزين حسام حسن في المنتخب ومش عاوزين حسام حسن ينجح مع المنتخب يقعدوا يقول لك يا عم ده بيزعق بقى وبيتنرفز. ما ينفعش يمسك، ما يزعق يا باشا. يتكلم كده مع اللعيبه شويه، عشان خلاص احنا قضينا، احنا خلاص جبنا اخرنا. ماشي، ده موضوع السلخانه. منتخب مصر يا باشا يتراجع في التصنيف، نرجع كده في التصنيف ورا. ما ده الطبيعي. ما ده الطبيعي والله. هو انت عملت حاجه في افريقيا؟ عملت حاجه في افريقيا؟ ده ما فيش منتخب لعبنا في البطوله دي. لعبنا 4 منتخبات، ال4 تصيطوا على حسنا. ال4 كنت حاسس ان احنا بنلعب البرازيل ولا فرنسا ولا من الناس دي. ال4 موزمبيق لعبت علينا ماتش، كاب فيردي لعبت علينا ماتش، غانا اللي اوحش نسخه من غانا هي لعبت علينا ماتش. وكله لعب علينا ماتش. ولو كنا استمرين اي حد هينزل يلعب علينا ماتش. ما احنا يا جماعه تحس ان كنا بنتفرج على مركز شباب. ما هو كان ساعتها ما كانش فيه مدرب. روح يا شيخ منك لله يا عم فيكتوريا، روح يا شيخ منك لله. ما هو ما كانش يا جماعه فيه مدرب. ده مدرب فوطه. شفت الفوطه اللي كان في اول كان ماسك فوطه يا باشا. انت متخيل مدرب ولا عارف اللعيبه ولا دارس اللعيبه؟ ده موضوع مهند لاشين اثبت لك ان المدرب ده على الله، على الله، مش عارف حاجه، هو جاي يعمل كده. روح يا شيخ منك لله. احنا بقينا 36 على المستوى العالم، رجعنا 3 مراكز. 3 مراكز يا برنس، 3. بقينا في 36، بقينا الرابع عالميا الحمد لله. يعني الرابع افريقيا يا ربي. بين الرابع افريقيا، يا رب نبقى الرابع عالميا. يا رب. بين الرابع افريقيا والثاني عربيا. ولكن الكوره في مصر محتاجه تتظبط شويه، محتاجه تتظبط. خلي بالك ان موضوع المرض التعادلات اللي كان حاصل في بطوله افريقيا ده، خلي بالك ان كل فرق الدوري المصري لغايه دلوقتي لسه بتعاني منه. انت لغايه دلوقتي بتهيألي اتلعب في الدوري المصري يجي 4 ماتشات ولا قصدي 5 ماتشات بتهيألي حصل منهم 4 تعادل، وفي المقاولين بس اللي خسرت. انت متخيل 4 تعادل؟ اللعنه دي، اللعنه بتاعت المنتخب بتاع فيكتوريا. روح يا شيخ منك لله. احنا دخلنا بطوله افريقيا ديت ولا بنخسر ولا بنكسب، بنتعادل. هو سيستم. ولكن هنعمل ايه؟ ان شاء الله كل الدعم لكابتن حسام حسن. وانا متضايق والله اللي احنا تراجعنا في التصنيف العالمي. يا فاكر يا برنس ايام ما كنا التاسع عالميا. دلوقتي مش محصلين ال 30. سلام يا برنس.